سلام البنات، كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وبعافية. اليوم بغيت نشارك معكم كيف ما كتشوفوا مركز البرتقال. شاركت معكم مركز الحامض في فيديو قصير. اليوم بغيت نشارك معكم مركز البرتقال فيديو بالتفصيل. أول حاجة عواشر مبروكة بالصحة والسلامة، وكنتمنى يدخل عليكم هذا الشهر الكريم بكل المتمنيات الطيبة وبالعتق من النار. كناخذوا كميه اللي كتناسبك ديال البرتقال. انا عندي هنا 3 كيلو ديال البرتقال. كتشديها كتغسليها مزيان، ومن بعد كتحاولي تحكي لها غير القشره الفوقانيه ديالها، ما تحاوليش تدخلي في القشره اللب الابيض هكذا باش ما يطلقلكش المروره ويضيع لك المركز ديالك. كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنهيو الكميه اللي عندنا كلها. هاد الطريقه هذه راه ما كنضيعوا منها حتى شي حاجه، كنستغلوا الليمون كامل، وكتجي طريقه سهله وزوينه وعمليه، وكتخبعيه في المجمد. يعني وقت ما احتاجيتيه كتجبدي ملعقه كافيه انك تزيدي عليها واحد اللتر ديال الماء عفوا، اولا كتزيدي عليها اي فاكهه واحده اخرى. غنستمر هكا حتى ننهي الكميه اللي عندي. انا بدلت الحكاكه هذه، خدمت لي حسن، خدمت لي بسرعه. كنتمنى وانتم كتشاهدوا الفيديو ما تنساوش تدعموني باللايكات ديالكم، التعاليق الطيبه منكم، واللي اول مره كيشاهد القناه يشترك معايا في قناتي ويفعل زر الجرس هكذا باش يتوصل بكل ما هو جديد. ما عرفتش واش حتى نتوما بديتوا البنات بتحضيرات رمضان. والمهم الاساس انه يدخل علينا كيف ما قلت بالصحه وبالسلامه وبالعافيه وبالغفران والعتق من النار. هنا ساليت الكميه اللي عندي كلها، وغادي ندوز دابا باش غادي نعصر ديك الليمون. انتم كتشوفوا الزوج ديالي جا من الخدمه لقاني حاصله، لان كنت كنحضر حتى العسل، وقرر انه يساعدني يعصر عليا. عصرنا ديك الليمون كامل، عطى كميه مهمه، مع انه يعني كنت كنقول غادي نلقاه ناشف، ولكن الحمد لله خرج بزاف ديال العصير. كناخذ كيلو ديال سنيده. بالنسبه للناس اللي كيقولوا الحلاوه، راها بالعكس الحلاوه هي اللي مزيانه، هي اللي كتساعد المركز انه يحافظ على ديك التركيز ديالو وما كيجمدش في المجمد. يعني ملي كديري السكر بزاف ملي كتبغي تجبديه، يعني يكفي ان بمعلقه ولا بمغرفه تهزيه كتلقايه هو هذاك. منين كديري السكر قليل كيجمد بزاف. وبالنسبه لهذا السكر انا ما غاديش نولي نزيد السكر نهائيا من نبغي نحضر العصير ديالنا. كيف ما كتشوفوا زدت كيلو ديال السكر حبيبات، وغادي نبقى بحال هكذا كنمعك بيدي مع ديك قشور الليمون، نحاول انني نخرج النكهه اللي في ديك القشور كامله، كنلبسها مزيان ديك السكر سنيده. صافي من بعد غادي نضيف ديك العصير ديال البرتقال عليهم من الفوق، وغادي نخليهم هكذاك. الا درتيه في الصباح غتخليه حتى الليل، اولا الا درتيه بالليل غادي تخليه حتى الغدا في الصباح. غادي تغطيه وغتخليه، وغتبقاي كل ساعه انت كتقضي شغالك في الكوزينه دايزه هكا هكا راجعه، وغادي تحركي من القاع باش السكر ما يبقاش في القاع ديال هاد المركز. تبقاي تحركيه مره مره حتى كيذوب السكر تماما. طريقة بسيطة سهلة وعملية، وهذا وقت البرتقال راه موجود تبارك الله بقوة في الأسواق وبأثمنة مناسبة. علاش لا ما نصوبوهش ويبقى لنا هكذا؟ يعني في رمضان كنحتاجوه. اي فاكهه بغيتي تطحنيها كتاخدي مع المركز الحامض او المركز ديال البرتقال، كيكون كلشي عندك واجد، كنسهلوا شويه الخدمه علينا. صافي غادي نغطيه. يمكن لك تغطيه بسلوفان، انا غطيته بطبيصل هكذايا وخليته اليوم كامل. يعني كل ساعه كندوز بحال هكا كنحركها. نتوما كتشوفوا يعني ما بقاش ديك السكر نهائيا في القاع. صافي غندوز دابا باش غادي نصفيه. غناخذ واحد الشبكه وغادي نصفي هاد المركز ديالي.
غادي نبقى نحركها بحال هكذا حتى نستقطرها مزيان من العصير، يعني ما يبقاش يبقى لنا غير ديك المبشور ديال البرتقال هو اللي يبقى. وهذاك المبشور طبيعة الحال راه ما غاديش نلوحوه، يعني غادي نخبعوه حتى هو، غادي ديريه في واحد العلبة اولا ديريه في بلاستيك غذائي وغتحتفظي به في المجمد. هذا كيصلح للحلويات، لكيك، للصابلي، لاي حاجه بغيتي تنكهي بها، راه كيعطي نكهه رائعه. كما قلت لكم حتى شي حاجه ما كتضيع، كنستغلوا البرتقاله كلها وكنحصلوا على مركز عصير وكذلك مركز من نكهه البرتقال. غنستمر هكا حتى ننهي الكميه اللي عندي، ومن بعد غادي ناخذ واحد العلبه نوضع فيها المركز ونوضعها في المجمد. وها هو المركز ديالنا واجد. كيف ما قلت لكم الا درتو كميه وفيره من السكر سنيده راه ما كتحتاجوش نهائيا المره الجايه ديروا سنيده في العصير ديالكم، وكيبقى طالق راسو في المجمد، يعني ما كيوليش حجره صاينه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما نكونش تقلت عليكم وقويت عليكم في الهضره، انا فقط كنبغي نشرح لكم التفاصيل. دمتم في رعايه الله، والى فيديو مقبل ان شاء الله.